في الفيديو ده انا هشرح بالتفصيل ازاي تعمل فيديو ريل كامل من الموبايل من تطبيق لايت موشن. ولو ما تعرفش فانا عامل كورس لايت موشن مكون من 8 حلقات مجانا هنا في قناة اليوتيوب. هسيب لك الرابط بتاعه تحت في الوصف، وما تنساش تعمل اشتراك عشان خلاص قربنا على 3000 مشترك. وعلشان مش هطول عليكم يلا ندخل على الشرح. طيب يا شباب، دي المحاولة المليون اللي انا هحاول اصور فيها الحلقة دي. فدلوقتي ده الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه، وده الفيديو اللي احنا هنطبق عليه. اول حاجة هنلاقي ان تاني حلقة بتكتب كده، هنيجي ونجيب ندوس على الزائد ونكتب نص، نكتب تاني حلقة ونختار الخط وندوس على دي عشان نخلي الخط في النص كده. بعدين نيجي نختار لون الخط هنخليه اصفر، ونيجي نطلع وندوس على الحدود والظل وندوس على دي ونفعل الظل، ونيجي نكبر دي شوية وهنيجي نحطها برضو على دي عشان تبقى معاها بالظبط كده. تمام، هنخلي ديت. بعدين هنيجي بقى نعمل انيميشن النص والاضاءة بتاعت النص. اول حاجة هندخل على النص وندخل على التأثيرات، اضافة التأثير، ونجيب تأثير اللي هو في النصوص، تحويل النص، إعدادات قياسية. وبعدها نيجي نفتح النطاق ونيجي عند انهاء ونيجي في الاول ونحط كي فريم ونتأكد ان هو 100، ونيجي مثلا في النص هنا كده ونخلي الكي فريم ده 0 ونعمل الجراف ده ونشد دي شوية لفوق. وبعدها نيجي ننزل تحت شوية كده، ننزل عند تحويل، هنخلي حرف دي هنخليها كلمة، والإزاحة دي هننزل عند الواي ونخليها 48 كويس. وننزل تحت شوية هنلاقي ألفا دي هنخليها -1000، وبكده نكون عملنا الانيميشن اهو. والتأثير اللي بعد هنخش على التأثيرات ونبحث عن مجسم مشطوب. ايوه دوت الإعدادات القياسية، وهنيجي نخلي دي 6 بس. وبعدين نخش على التأثيرات نبحث توهج ناعم ده، وهنخلي الانتشار 53، وننزل عند السطوع دي هنخليها 100 أو لا هي 100، هنخليها 180 ماشي. وهننزل وإبراز ديت هنخليها 100، واللون هنخليه أبيض، ومزيج هنخليه 0، والتوهج الخارجي هنخليه 17. هنيجي ننزل تاني عند السطوع ديت ونقلل فيها شوية، نخليها مثلا 155 ماشي 155. بعدين نيجي إضافة تأثير توهج الحواف، والتنعيم دي هنعليها على الآخر، والتعبئة دي برضو هنعبيها على الآخر. وهننزل عند طمس هنخليها 95. ثانية هقفل بس بطبقة النص عشان التليفون معلقش والتصوير يفصل. وهننزل عند لون هنخليه أبيض، وبعدها نيجي نطلع ونضيف تأثير الخطوط اللي هو دوت، وهنخلي العدد 1، وهنخلي العرض 18، لحظة بس عشان نشوف شغالين صح ولا غلط. ماشي، وهنخلي المرحلة 9 كويس، واللون هنخليه أبيض. وهننزل عند التنعيم هنخليها مثلا 130 أو هنخليها 110، من 110 لغاية 130 تكون ظابطة معاكم بالشكل ده، تكون هي الحتة البسيطة دي بس. بعدها نضيف تأثير دروب شادو بلس،
ايوه هو اول واحد دوت. وهنخلي اللون، هنخليه اللون، لو اللون بتاع النص اصفر هنخلي اللون اصفر، لو اللون ازرق هنخلي اللون ازرق، فاللون اصفر هنخليه اصفر، وبس كده. ونفعل كل اللي انا قفلته ده التاني، ودوت هيكون شكل النص. هنلاقي ان في غلطة، هنرفع الخطوط ديت مثلا نخليها هنا كده بس، ودوت تأثير النص. هنيجي نقفل العين ديت عشان التليفون ما يرندرش، وهنيجي عند تأثيرات وناخدهم كلهم نسخ، ونكتب باقي الخط. يعني احنا هنيجي نشوف الفيديو من سلسلة، هنيجي نكتب من سلسلة هنا، ونختار برضو الخط هنخليه ابيض، ونعمل برضو الظل، وهننزل الخط بس هنخليه صغير شوية وهننزله تحت دي كده، وهنضيف عليه نفس التأثيرات، تأثيرات لصق، بس بدل اللون الأصفر اللي احنا كنا عاملينه هنا في الدروب شادو هنخليه أبيض بس كده. ودي هتكون النتيجة. تمام. هنيجي نقفل بقى كل الطبقات ونفتح الطبقة دي تاني من سلسلة. هنيجي بقى نخلي من سلسلة نقصها، نشيل كل الناحية دي، ندوس على دي وناخدها نسخ، وبرضه نيجي ندوس هنا ونعملها طبقة لصق. كيف تكون، نكتب كيف تكون، كيف تكون اهي، تكون. هنلاقي كل الخطوط اتشالت في الحتة دي، فهنيجي نحط الخط الأحمر دوت إن احنا هندوس على الرقم، وهنيجي عند ديت ونشيل كل بقى الزيادات، وبعدها هنيجي نكتب باريستا، أو هننسخ برضو دي ونعمل لها لصق، طبقة لصق. هنكتب كلمة باريستا اللي فوق وأعلمكم ازاي تشدوها. نيجي نشيل ونكتب، هنيجي عند السين وهنزود لها الحتة دي هنزودها مرة. بعدها نيجي نخش على التأثيرات، إضافة تأثير، ونخش على التشوية والالتواء، وننزل لغاية ما نجيب جزء ممتد، الإضاءات القياسية. بعدها هنيجي عند تمديد، لأ هننزل تحت هنا عند الزاوية، هنحركها لغاية ما تكون عند الحتة اللي احنا حطيناها ما بين السين هنا كده، لحظة هنا كده. بعدها نيجي عند تمديد دي ونحط كي فريم ونخليه في البداية، ونزود براحتنا لغاية ما زي ما احنا حابين. ونيجي نحط الجراف دوت، ندوس على دي ونخلي الجراف دوت شكل الجراف دوت، نصغرها شوية ونطلعها فوق. هنغير شكل الخط او هنصغر شوية ونكبر الخط. هنصغر برضو جزء ممتد دوت، هنصغر التمديد شوية كده، وبعدين نكبر الخط من هنا. تمام. الكوباية دي بتتعمل ازاي؟ هنجيب كرومة كوباية، هي الكوباية بادئة منين؟ بادئة من اول هنا كده. هنيجي نجيب كرومة الكوباية، بعد ما جبنا الكوباية هنضيف عليها كل التأثيرات دي. بس لو انت حابب كل التأثيرات دي جاهزة من غير ما تقعد تتعب نفسك وتعملها من الأول، أو كل تأثيرات النص، هتلاقيها عندي في التليجرام، والرابط هسيبهولكوا تحت في الوصف. وشكل الكوباية دوت أحسن من شكل الكوباية القديمة، فهنيجي نحطها مكانها كده، نصغر لحظة. هتلاقي الكوباية هي كانت صغيرة خالص وبتكبر، فهنحط كي فريم ونخلي الكي فريم الأول صفر، ونخليه في الأول خالص، وهنيجي هنا كده ونكبر الكوباية بس، نصغرها شوية تاني بس كده، ونحط الجراف دوت برضو، وده هيكون شكلها. لحظة ما نقفل دي، وده هيكون شكل الكوباية، وده هيكون شكل الفيديو لما نفعل كل الطبقات اللي احنا عملناها. تمام. هنيجي نكمل الفيديو الخطوة الأولانية، كيف تكون باريستا دي خلصناها. هنلاقي بقى العدد اللي هو بيطلع دوت اهو. هنيجي عند اول خط احنا عملناه اللي هو باللون الاصفر وناخدها نسخ. ازاي تاخدها نسخ؟ هتدوس على الطبقة وهتدوس على المربع دوت وهتدوس على نسخ، دي للناس اللي ما تعرفش. وبعدين عشان تلصقها برضه هتدوس على المربع دوت وتدوس طبقة لصق، هتلاقيها عندك هنا. فهنيجي نمسح كل الكلام ونكتب رقم 7 او الرقم اللي احنا عايزينه يعد لغاية النهاية. يعني انت لو خدت بالك هتلاقي هنا الرقم بيعد 3 4 5 6 7، فهنيجي نكتب رقم 7 وهنيجي نكبر الرقم شوية
وعشان نخليه يعد هنيجي نخش على التأثيرات، اضافة تأثير، وننزل عند نص عدد تصاعدي، العداد السريع، ونقرب الكي فريم من بعض، نخليها مثلا هنا كده، وهنشيل تأثير خطوط اللي هو على السبعة، وده هيكون شكله. ولو عايزين نصغرها شوية أو نكبرها شوية مفيش مانع. وبعدها هنيجي نلاقي الانتقال دوت، وأنا هسيب لكم كل حاجة تبع المشروع دوت في التليجرام، وهتلاقي الرابط تحت في الوصف. هنيجي نضيفها، وبعد ما تضيف الكرومة بالشكل دوت هتدوس عليها وتدوس على الخلط وتعتيم، وتنزل عند تفتيح وندوس على الشاشة، وبكده ده هيكون شكلها تمام. نحرك دي شوية نخليها في النص كده بس. نشوف بقى باقي الفيديو. حابب تتعلم، هنيجي نجيب برضو النص اللي بالاصفر نسخ، ونعمل له لصق، ونكتب حابب تتعلم، ونكتب باقي الفيديو بالطريقة دي زي ما انا علمتكم في المشهد. لو نكتب باقي الفيديو بالطريقة دي، حابب تتعلم. لو عايزين تصغروا بس النص شوية صغروه على حسب، ولو غيرتوا الخط مفيش اي مشكلة، لو عملتوا اي حاجة غير اللي انا عاملها عادي. ولو عايز تغير اللون اي حاجة. وبرضو عشان تكتب كيف تسوي هتنسخ التانية اللي هي باللون الابيض، وتعمل لها لصق كيف تسوي ايه. هتلاقي بقى كرومة القهوة دي، كوباية القهوة برضه هسيبها لكم في التليجرام مع الباقيين، برضه هنعمل لها نفس اللي احنا عملناه في الكوباية. هنيجي نضيف الكوباية بتاعت القهوة دي. التصوير برضه فصل للمرة 1,000,000 فياريت تعمل لايك بقى علشان انا زهقت من الحلقة اللي مش شوية تتصور دي. هتيجي برضه وتصغر الكرومة دي شوية بتاعت القهوة، وتضيف عليها نفس التأثيرات اللي احنا ضفناها على الكوباية، ونصغرها كمان، ونظبط المكان اللي احنا عايزين نحطها فيه. انا هحطها هنا كده، صغيرها كمان حبة، ونيجي نحط كي فريم ونبعده شوية، ونيجي نحط كي فريم تاني في الأول ونخليه صفر عشان تبدأ تكبر من الأول وتكبر لغاية ما توصل هنا. ونحط بقى دي تحت الكلام كده عشان تظهر تحت الكلام بالشكل ده. لحظة، بالشكل ده. هنيجي بقى نعمل آخر حاجة، واللي هي دي هنيجي هنا كده ونضيف مربع، ونكبر مربع الشاشة كلها، ونخلي لون المربع اسود. تأثيرات، اضافة تأثير، ونجيب اجزاء دي، ننزل نجيب تأثير دوت، وبعدين نخلي الطبقة ديت تحت هنا كده، تحت كل حاجة. وبعدها هنيجي نقص اللقطة بتاعتنا، نقسمها نصين، ونخلي اللقطة فوق الخلفية السوداء، ونخلي الخلفية السوداء دي ورا شوية. الحتة ديت ممكن تكون فيها لعبات كتير، بس لازم لو انت ما فهمتش تتفرج عليها تاني. وبعدها تيجي تجيب نول، تضيف نول، وهتربط الأربعة دول بالنول ما عدا الخلفية. أنا حددت لك على الأربعة أو حددت لك على كل الطبقات اللي هتكون فوق النول اللي هي هتتحرك مع النول. هتربط أول طبقة دي، هتدوس عليها اللي هي الخلفية بتاعة الفيديو، هتدوس هنا فوق هنا وتدوس على الفارق واحد تربطها كده تربط، وبرضو تعمل برضو نفس الحركة ديت مع باقي الطبقات اللي فوق كده. وهتيجي تدوس على النول تحريك والتحويل، وتدوس على دي، تدوس كي فريم، تحرك شوية وترجع لورا بالطريقة دي لغاية ما انت حابب. وتبعد الكي فريم التانية دي شوية وتضيف شكل الجراف ده، وده هيكون شكلها معانا. لحظة، المشروع كان هنج بس. هننزل دي في غلطة، هننزل شايف فيه ان اللي هو المستطيل دوت هننزله تحت خالص، تحت خالص.
كمان تحت عشان يكون بالشكل دوت. لحظة هنخفي الطبقة اللي احنا بنشتغل عليها عشان تبان، هيكون بالشكل دوت. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، ولو محتاج اي رابط هتلاقيه تحت في الوصف.